بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم يا احسن ناس في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما يتعدى عليكم الايام بالخير والسعاده ولنا، وان الاسعار ترخص يا رب وتنزل كمان علشان الناس تعرف تعيش. النهارده طبعا كل سنه وانتم طيبين المره التانية تسوعة. كنا صايمين طبعا، دي الجوله التانية او التالتة في رحله ماموسه من اليوم اللي فسحناها فيه. كنا بعد ما خلصنا طلعنا رحنا على سيتي سنتر نجيب شوية حاجات، فلقينا المانجا دي على عروض، وكانت استغفر الله العظيم يا رب يا ريتنا ما جبنا منها، مفيش ولا مانجا فيها تتاكل. انا جبنا 2 كيلو، انا مصورة فيديو وهي في الحوض مرمية، بس يلا مش مشكلة، دي اخرة اللي يمشي ورا العروض ولا بتروح اصلي العشاء. المهم روحي نامي. وكمان عجبنا التوريسيكل اللي شايل البطيخ ده التوريسيكل حقيقي، بس التواير زق الباب المسا مفتوح، التواير بتاعته مياش فيها هوا يعني، بس شكله حلو. الشجرة دي شجرة ليمون زينة مش حقيقية. كنا جبنا المانجا وقلت على ما هم يتفسحوا بقى ويلفوا لفتهم كده اكون انا صورت لكم فيديو جميل في الفاكهة، لان انا بحب السوق ده جدا بس غالي. والفاكهة اللي فيه يعني مش عارفة، شايفينها مغلفة وحلوة وجميلة، بس في فاكهات ما بتبقاش حلوة. بس انا بحبه، سوق كبير وفي كل شيء، يعني كل حاجة تسمعوا عنها موجودة في سيتي سنتر، لكن معظم الفروع الاسواق التانية ممكن في حاجة تلاقيها وحاجة ما تلاقيهاش، لكن هنا اي حاجة مصري، اي حاجة صيني، اي حاجة ياباني، اي حاجة لبناني، اي حاجة بتلاقيها في السوق ده. وانا بحب اجي هنا. طبعا البيتزا والايس كريم، يعني ده شارع، كل الشارع ده تلاجات، انا كنت مصورة الفيديو قبل كده، تلاجات الخضار واللحوم والايس كريم، اي حاجة في التلاجات هي موجودة في الشارع ده. ورحنا عند الاسماك برضو وجبنا اللحمة، جبتش الا اللحمة والمانجا والمياه المعدنية، وكمان مش فاكرة في حاجة كمان جبناها، لان احنا كنا متسوقين. بس بعد ما مشينا من سلايل افتكرنا ان احنا عايزين مانجا ولحمة، لفينا تاني ورجعنا نجيبهم. هنا ده البوري الصغير ده، هنا اسمه ميد، معرفش في مصر اسمه ايه. الروبيان ده كبير جدا على فكرة، بس في الصور في الفيديو صغير، وفي روبيان صغير الكابوريا دي وسط. الحبار او الاخطبوط او اسمه ده الصبيط كبير برضو. هنا دجاج بالليمون ودجاج بالفلفل الحار والبتاع ده شيش طاووق بالفلفل الحار برضو، واللحمة المصري واللحمة المحلي، كل حاجة بسعرها هنا. اللي وصل معانا هنا يصلي على النبي وحيد الله ويحط الليك بتاعه الجميل، ويدي دعوة حلوة، ربنا ينجح أولك يا رب، ما يضيعلهمش تعب اللي في الثانوي واللي في الجامعة واللي في الإعدادي واللي ابتدائي، ويخف عنكم الأسعار شوية، يسهلها شوية وتنزل، وكمان درجة الحرارة تنزل. وشكرا على الناس المحترمة اللي بتدخل تقول لي كلام كويس في التعليقات، وشكرا على الاشتراكات الداعمة اللي انتسبت عندي في القناة، ألف شكر. بشكر كل الناس المحترمة اللي بتدخل عندي، وسامحوني ان كانت في فيديوهاتي الفترة اللي فاتت دي فيها شد شوية في الكلام ولا كده، بس بجد يعني الواحد لما الناس بتلاقيه محترم زيادة عن اللازم بتفكر ان هو خايف، فبتتطاول وبتتمادى في قلة الادب. بس والله العظيم يعني انا ما رديت عليها وبدأت اكتب لها الشتيمة في العناوين، غير لما هي يعني دخلت لي على الواتس وقامت بالواجب يعني. بس انا برضو ما اقولكوش على الواتس ظبطتها، يعني مش ان انا ملاك طاهر، لا طبعا، ده اللي يجي تحت ضرس فروم. المهم صلوا على النبي ووحدوا الله وحطوا اللايك بتاعكم الجميل. دي الكفتة جميلة جدا، جربتها جاهزة، بتجيبها تشويها على طول. برجر كله فل 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 فل، كله كله كله. وراكوا هنا الفرن ده، الفرن السوري باين بتاع المخبز بتاع العيش السوري على ما اعتقد، او اللي هو خبز الصاج اهو، جميل جدا، بس ما كانش شغال دلوقتي، بيشتغل طول النهار، بس مش عارفه على حظنا ده ما كانش شغال. الحاجات دي اللي بتحط فيها الخبز بعد ما يطلع من الفرن كان فاضي خالص اهو، ما كانش شغال. والجاتوهات والحاجات دي، وهسيبكم بقى مع نفسكم عشان مش لاقي حاجه اقولها لكم في الفيديو. يلا حطوا اللايك ووحدوا الله، والناس اللي بتدخل القناه عندي تشترك غصب عنها، لا هجيبها من قفاه.
اشتركوا برضاكم احسن ما اجيبكم غصب عنكم. اكتبوا تعليق وحطوا اللايك، واشوفكم فيديوهات جديدة. وانا لما اخرج النهاردة هصور لكم فيديوهات في محل موبايلات عشان راح اجيب موبايل. و اسيبكم على خير وارجع لكم على خير في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.